اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصلى عليه يا ربنا في كل وقت وحين. صلوا على الحبيب. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين يا رب العالمين. يا رب اغفر لنا ولهم ولكل المسلمين. اللهم صل على سيدنا محمد. أهلا بكم يا أحلى متابعين في منوعات محمد الرفاع، وجزاكم الله عنا كل خير. وعايزة أشكر كل المتابعين الجدد اللي دخلوا القناة، يا رب تستفيدوا منها أو تطلعوا منها ولو بمعلومة بسيطة تفيدكم في حياتكم اليومية. وجزاكم الله عنا كل خير، ومتشكرة جدا لكم، وجزاكم الله كل خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. زي ما قلت لكم ده شاي اخضر مفيد جدا. انا كنت باخده قبل كده للتخسيس من فتره كبيره، والحمد لله كنت بخس عليه، وكنت جسمي مظبوط، ما كنتش بطلع عن 70، بس لو عن 70 كيلو حسب الوزن والطول. بس لما سبته يعني الحمد لله سبته كام سنه كده، ربنا يشفي كل مريض. فانا دلوقتي مش باخده علشان التخسيس وبس، انا دلوقتي باخده علشان القلب، لضعف عضلة القلب. لما بحثت وكده وقعدت ادور على حاجة لضعف عضلة القلب علشان من الاعشاب، فلقيت الشاي الاخضر، فرجعت له تاني، والحمد لله مواظبة عليه بقالي فترة هوت. جاب نتيجة كويسة في التخسيس والحمد لله ما عادش زي الاول نهجان وكده. فربنا يشفي كل مريض، ويا رب تستفادوا من الفيديو. وهقول لكم كمان ان لقيت له فوائد كمان غير التخسيس وغير للقلب، وربنا يوفق الجميع ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. من فوائد الشاي الاخضر زي ما قلنا للتخسيس، بيعمل على إذابة الدهون في الجسم. كمان بيعمل على الوقاية من بعض المشاكل الصحية كمضادات الأكسدة. تعزيز الذاكرة والتركيز، وده أهم حاجة كمان فيه. طلع يعني حلو جدا، لأن أنا ما شاء الله زهايمر عندي اليومين دول فظيع جدا. ربنا يعفي الجميع يا رب. الواحد بينسى كل حاجة يعني، الحمد لله. فربنا بيدينا حاجات في الاعشاب واحنا بنهملها. زي ما قلت لكم انا كنت مواظبه عليه قبل كده، وجيت فتره ما كنتش بشرب اي حاجه. وعلى فكره انا بشربه من غير سكر، اي اعشاب انا باخدها من غير سكر، فالحمد لله. اهم حاجه كما قلت لكم للتركيز، بي... بي... بيزود التركيز وبيعزز الذاكره. كمان في انه الاحتواء على مادة او نسبة من مادة الكافيين، هي نسبة بسيطة فيه عن الشاي الاحمر. كمان بيعمل على الوقاية من رائحة الفم المزعجة. يعني اي حاجة يعني رائحة الفم عندهم عاملة يشربوا الشاي الاخضر برضو مفيد جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انا زي ما قلت لكم انا بشربه للتخسيس ولتقويه عضله القلب. انا باخده للتخسيس على الريق الصبح، لازم تشربي مج زي دوت على الريق، على معده فارغه، لان دوت بيزود عمليه الحرق وحرق الدهون، وخاصه دهون البطن. بيعمل على إذابتها لانه قليل السعيرات الحراريه، فبيعمل على تفتت الدهون، وخاصه دهون البطن. كمان بيخفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم. وكمان بيعمل على زيادة الكوليسترول النافع، يعني بيقضي على الكوليسترول الضار، وبيزود الكوليسترول النافع. لأنه زي ما قلت لكم بيحمي من جلطات القلب، من أمراض القلب والجلطات بشكل عموما. بيعمل على إذابتها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وكمان من فوائد شرب الشاي الاخضر على الريق انه بيحتوي على ماده الكافيين، ودي ماده منبهه بتساعد على تعزيز الذاكره والانتباه.
زي ما قلت لكم قبل كده ان انا ما شاء الله يعني عندي الزهايمر. آه الواحد بينسى كل حاجة. فالحمد لله يعني لقيت حاجة مفيدة جدا. انا كنت زي ما قلت لكم الاول انا باخده للتخسيس بس، فلقيته مفيد جدا للقلب ومفيد جدا للذاكرة. يعني الحمد لله هينفعنا في كله. وكمان الشاي الاخضر مضاد للبكتيريا والفيروسات، لانه بيساعد على تقوية الجهاز المناعي. اللهم صل على سيدنا محمد. وكمان بيساعد في بيحميه من الأمراض. بيساعد في زي ما قلنا في تقوية الجهاز المناعي، وبيحمي من الأمراض. وكمان بيعمل على ضبط مستوى ضغط الدم للأشخاص اللي عندهم ارتفاع في ضغط الدم، برضو زي حالاتي. الحمد لله إنه وفقني إنني أرجع تاني للشاي الأخضر وأشربه. يعني الحمد لله شاي يعتبر صيدلية كاملة لأمراض كتير، يعني منها القلب ومنها ضعف الذاكرة وضغط الدم. وده كله لما تشربيه على الصبح على الريق. لما تشرب الشاي الأخضر الصبح على الريق، المج دوت يعني مج واحد. أنا بشربه دلوقتي، أنا بشربه الشاي الأخضر على الريق الصبح ومرة بالليل قبل ما أنام. يعني مرتين في اليوم. انسي الشاي التاني خالص واشربي الشاي الأخضر دوت. مفيد جدا جدا جدا. وكمان انا شفت زي ما قلت لكم انه بيحمي من الزهايمر. اللهم صل على سيدنا محمد. وكمان بيمنع من نمو البكتيريا الضارة في الفم. وبيحافظ على الأسنان من التسوس. بينظم مستوى السكر في الدم. وبيحفز خلايا الأنسولين في الجسم. كمان بيحافظ على رطوبة الجسم، بيحمي من الجفاف، وكمان بيحمي من السرطان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. الشاي الأخضر كمان فيه معادن كتير مفيدة للجسم، منها المغنيسيوم والزنك والكروم. وهذه المعادن بتعمل على تدعيم الدورة الدموية، وكمان بيزيد من تدفقها. وزي ما قلنا ده كله في شرب الشاي الأخضر على الريق. وكمان للأمانة لقيت إن اللي عندهم مشاكل في المعدة ما يشربهوش على الريق، يشربوه ممكن بعد الأكل أو بالليل، لكن ما يشربوهوش على الريق اللي عندهم مشاكل في المعدة. أنا قلت اهوت علشان إيه للأمانة يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. وكمان زي ما قلت ان هو اللي عندهم مشاكل في المعدة ما يشربوهوش على الريق، يشربوه بعد الاكل او بالليل برضو بعد العشاء. كمان بيمنع التوتر والقلق عند النساء. يعني زي ما قلت لكم يعتبر صيدلية كاملة الشاي الاخضر. ويا رب تستفيدوا من الفيديو وتطلعوا منه ولو بمعلومة واحدة. ومتشكرة جدا زي ما قلت في أول الفيديو لكل المتابعين الجدد اللي دخلوا القناة. ويا رب تستفيدوا من القناة، وربنا يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا اللي بيشاهدوا وليا. وجزاكم الله عنا كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة جايبه لكم مشروب بسيط جدا وغني جدا يعني فيه فيتامينات كتير وفوائد كتير جدا. المشروب دوت ينفع للتخسيس وللقلب، بس انا باخده للاتنين. بس اهم حاجة اول حاجة اللي هو ضعف عضلة القلب. ربنا يشفي كل مريض يا رب العالمين. المشروب زي ما قلت لكم يعني الحمد لله اول ما ابتديت اخده
أو أشربه. الحمد لله والفضل لله يا رب العالمين. الأعشاب مفيدة جدا. والمشروب ده الشاي الأخضر، الشاي الأخضر. وشوفوا الفيديو معايا لفوائد الشاي الأخضر المذهلة. وربنا يشفي كل مريض يا رب العالمين.